السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم. وسؤالنا النهارده هيفضل الفرد في شعري قد ايه؟ وده السؤال اللي بيسأله كل البنات قبل ما يفكروا في الفرد عامة. واللي بتفاجئ ان في ناس تقول لي اصل في متخصصة قالت لي ان هو بيقعد 6 شهور، 3 شهور، سنة. يعني انا عايزه اقول ان الفرد اللي بيتعمل بالبروتين بشكل سليم ما بيروحش اصلا. يعني ايه طرد البروتين من الجذور؟ يعني من الجمل الغريبه ان البروتين الجذور طردته. فين الخلفيه العلميه او فين التفكير؟ انا دلوقتي شعري بيطول، البصيلات بتخرج الشعر، فالطبيعي انا عملت شعري النهارده، عمليه النمو ما زالت قائمه. اذا بعد شهر 2 3 الجذور بتطول. دي ما اتعملتش المعالجه بتاعه البروتين او معالجه الفرد، فالطبيعي انها هتطلع بطبيعه الشعر. خلاص، يبقى ما اسمهاش طرد البروتين، لا ده شعر جديد. طيب بالنسبه للي بتقول لا انا بعمل مثلا، انا عملت شعري بروتين عدى شهر شهرين وبدا يروح، يا جماعه البروتين بيفضل في الشعر 100% الا اذا كان الشعر مقصف او الروابط مش سليمه، وده بيحصل بين المقصف والصبغات. ده الروابط بتاعته مش سليمه فما بيفضلش في البروتين. تلاقي الشعر السليم يفضل في البروتين لو عدى سنه 2 3. واعتقد ده كان معايا في الفيديوهات. انا عندي ناس بتعمل من اكتر من عمر اكتر من 10 سنين، وما بتيجي تعمل بعمل الجدر بس ما بجيش ناحيه اللي ورا خالص، لانه بيبقى معمول كانه لسه معمول، لان هنا الشعره سليمه. اما الشعره المقصفه او اللي فيها صبغات او فيها خطا في الروابط او روابط مش سليمه، شهر شهرين وبيبتدي الشعره الى حد ما ترجع او يتراجع نسبه الفرد. ده راجع لايه؟ ليه روابط مش سليمه. طب الجذور، لان في جديد طلع. اذا بدون نقاش البروتين لما بيتعمل مظبوط مع متخصصه كويسه او يعني بيبقى الشعر سليم، ما بيروحش نهائي من الشعر، بيطلع بس الجديد او المقصف هو اللي بتحصل له عمليه تراجع. ولو عندك سؤال او اي استفسار راسليني على الخاص، هتواصل معاكي فورا.